المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام متابعي إذاعة أرينا الدولية حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم يسر القسم العربي لإذاعة أرينا أن يتقدم للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وفي إريتريا في الداخل والمهجر بأطيب التمنيات وبصيام مقبول ودعاء مستجاب وطاعة متقبلة، وكل عام وأنتم بخير. نستهل برنامجنا معكم لهذا اليوم الأربعاء 14 من أبريل بنشرة للأخبار، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف وضمن الوقفة السنوية للاحتفاء بيوم المعتقل الإريتري اللقاء الذي أجراه مع الأستاذ خالد ياسين محمد نور ويروي فيه ملابسات اعتقال والده. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. مصر تؤجل زيارة مقترحة للرئيس الإريتري. منظمة World Peace Foundation تطلب من البنك الدولي عدم تمويل إثيوبيا. ومجلس الأعيان الصومالي يرفض قرار البرلمان تمديد فترة الرئيس الحالي. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أفادت مصادر دبلوماسية لإذاعة إرينا بأن مصر أجلت زيارة طلبها الرئيس الإريتري للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وكان وزير الخارجية عثمان صالح ويماني جبراب مستشار الرئيس قد سلما الرئيس المصري رسالة من الرئيس إسياس أفورقي في 18 من نوفمبر الماضي يطلب فيها الأخير زيارة للقاهرة للتباحث مع نظيره المصري. وطلب الرئيس المصري بدوره أن تكون الزيارة في شهر فبراير أو مارس الماضيين، ولكن المصادر الدبلوماسية قالت بأن القاهرة أجلتها لتاريخ غير محدد بسبب ما قالت أنه مشاغل الرئيس المصري. وحسب نفس المصادر الدبلوماسية فإن هدف الزيارة المقترحة كان تقديم وساطة إريتريا في أزمة سد النهضة بين القاهرة وأديس أبابا وشرح التطورات الجارية في إثيوبيا عن قرب. ولم يحدد حتى الآن الموعد المقبل للزيارة التي طلبها الرئيس الإريتري، علما بأن العلاقات المصرية الإريترية تشهد برودا ملحوظا مع اندلاع الحرب الأخيرة في إثيوبيا في مطلع نوفمبر الماضي. طلب البروفيسور أليكس ديوال ورئيس منظمة World Peace Foundation من البنك الدولي عدم منح إثيوبيا أي قروض ما لم تحقق السلام في إقليم تيغراي. وقال ديوال في مقابلة مع صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية بأن قوات الجيش الإثيوبي والإريتري واللتان تحاربان في تيغراي تسببتا في أضرار كبيرة في المنشآت الصحية في الإقليم، وأن الحكومة الإثيوبية تتحمل مسؤولية هذه الأضرار على المنشآت المدنية، وأن البنك الدولي عليه عدم منح قروض يمكن أن تساعد في المزيد من هذه الأضرار كما قال. والكس ديوال كاتب له عدة مؤلفات حول القرن الأفريقي والسلام، ويترأس منظمة World Peace Foundation المؤثرة. أفادت وكالات الأنباء بأن النواب الصوماليين صوتوا لصالح تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله لعامين لوضع حد لأزمة مستمرة منذ أشهر حول إجراء انتخابات في البلاد، ولكن مجلس الأعيان المكون من الشيوخ سارع بوصف القرار بأنه غير دستوري حسب ما أفادت بذلك وكالة فرانس بريس. وكان مقررا أن تشهد الصومال انتخابات رئيسية وتشريعية قبل 8 من فبراير الماضي، ولكن خلافات بين الحكومة الفيدرالية التي يدعمها المجتمع الدولي والولايات الإقليمية حالت دون ذلك. وكان رئيس مجلس الشعب محمد شيخ عبد الرحمن قد قال أنه وافق 149 عضوا على القانون الخاص بالانتخابات في البلاد، بينما اعترض عليه 3 وامتنع 1 عن التصويت. ودعا رئيس مجلس الشعب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى تنفيذ واجباتها الدستورية وإجراء انتخابات عامة في البلاد في غضون عامين وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية. من جهته رحب الرئيس الصومالي بالقانون الخاص، وأشار بحسب الوكالة الصومالية إلى أن الحكومة ستلعب دورا في تنفيذ القانون والذي سيقود البلاد للانتخابات المباشرة ويعيد للشعب الصومالي حقه الدستوري في اختيار من يثق فيه.
ودعا الشعب الصومالي إلى العمل معا لاغتنام هذه الفرصة التاريخية والمشاركة في العملية السياسية في البلاد، شاكرا أصدقاء الصومال على دعمهم لتعزيز العملية الديمقراطية في البلاد. وكانت الحكومة الصومالية قد حذرت من أي تدخل خارجي في الانتخابات الوطنية، وذلك بعد بيان لمجلس الأمن الدولي بهذا الشأن. وقالت في بيان وجهته للأمم المتحدة ولمجلس الأمن أن أي تدخل في عملية الانتخابات الوطنية من قبل جهات خارجية يعد تدخلا مباشرا في شؤوننا الداخلية وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن والاتفاقات الدولية والقوانين. وشدد البيان على أن الانتخابات الوطنية في الصومال تظل كما هي الحال في أي دولة أخرى ذات سيادة قضية وطنية تتداولها وتتخذها المؤسسات الوطنية في البلاد المنصوص عليها في القانون رقم 30 والذي أقره مجلس النواب. مضيفا لذلك فإننا نقدر دعم مجلس الأمن الثابت لسيادة الصومال وسلامة أراضيه ووحدته واستغلاله السياسي. بهذا الخبر من مقديشو مستمعاتي الكريمات مستمعي الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. مصر تؤجل زيارة مقترحة للرئيس الإريتري. منظمة وورلد بيس فاونديشن تطلب من البنك الدولي عدم تمويل إثيوبيا، ومجلس الأعيان الصومالي يرفض قرار البرلمان تمديد فترة الرئيس الحالي. كانت هذه مستمعاتي الكريمات مستمعي الكرام نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إيرانا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إيرينا الدولية من باريس، وفي حلقة من برنامج متابعات. اليوم نخصص هذه الحلقة لسماع قصة من قصص الاعتقال والسجون في إريتريا تحت حكم النظام الدكتاتوري في أسمرة. والقصص هي كثيرة والمأساة يعني أحيانا ما نجد لها وصف عشان ما نصف وصفها أو توصيف الدقيق. يوم السبت 10 من أبريل الجاري أقامت الجالية الإريترية في مدينة ميلبورن أمسية تحت عنوان مع المعتقل الإريتري، وقد درجت الجاليات الإريترية في المهجر أن تقيم في 14 من أبريل من كل عام وقفة تضامنية مع المعتقلين في سجون الطاغية والنظام الدكتاتوري في أسمرة. في أمسية السبت في مدينة ميلبورن استمع الحضور إلى قصة رواها أحد أبناء المعتقلين، وهو الأستاذ خالد ياسين محمد نور. اليوم لن نجري مقابلة، ولكننا سنستمع إلى قصة أبيه الوالد الأستاذ ياسين محمد نور، كيف كانت قصة الاعتقال والسنوات التي اختفى فيها الأستاذ الفاضل وأوضاع الأسرة وغيره وغيره. حيحدثنا ابننا ابن المختفي الأستاذ ياسين محمد نور، أخونا العزيز خالد. أستاذ خالد، مرحبا بك في إذاعة إيرنا الدولية، ونحن كلنا إصغاء ومتابعة لقصة والدك، إن شاء الله ربنا يفك أسره. تفضل. السلام عليكم، مرحبا بك أستاذ أحمد. الصوت واضح مسموع؟ نعم مسموع، تفضل. شكرا لك. شكرا لك أستاذ أحمد على الاستضافة، وأشكر إذاعة إيرنا وبرنامج متابعات والحضور جميع المستمعين. أشكر المستمعين على المتابعة، و أريد أن أتحدث عن قصة والدي المعتقل في سجون النظام في إريتريا. قصة والدي هي قصة قديمة جدا، مغيب في إريتريا منذ 27 عاما. 27 عاما عمر أخواني الصغار الآن في عمر 30 و29 و28 عاما. المستمعون الكرام،
اسمحوا لي عن أسرد لكم قصة والدي بطريقتي الخاصة قبل 27 عاما، وبالتحديد في ليلة 24 من شهر ديسمبر عام 1994. كنا في انتظار الوالد، كان مسافرا إلى أسمرة في تلك الليلة. كم أذكر تلك الليلة، كم كنا سعداء مترقبين ومتلهفين لرؤيته عند عودته من العاصمة أسمرة إلى منزلنا العامر بمدينة كرن. اعتدنا رؤيته قبل أن ننام، حتى وإن أتى متأخرا إلى البيت، ولا يوجد لدينا أي وسيلة أخرى سوى الانتظار. نعم، لا يوجد لدينا أي وسيلة أخرى سوى الانتظار. لم يطرق أبي الباب، ولم نستطع أن نقاوم النوم في تلك الليلة، ولم يكتب الله لنا لقاء أبي أنا وإخوتي، وكان أكبرنا سنا لم يتجاوز 9 من عمره. وفي الصباح استيقظنا من النوم وكلنا أمل في رؤية والدنا، وهنا كانت الفاجعة والصدمة الكبيرة. ركضنا مسرعين إلى أمي نبحث عن أبي، لم نراه في المنزل. أمي أمي أين أبي؟ وجدنا أمي جالسة حزينة أمام البيت، ومعها امرأة صديقتها من الجيران جالسة معها. لم نجد الإجابة من أمي. مرة أخرى نسأل أمي: أمي أين أبي؟ لكن هذه المرة تنفجر أمي بالبكاء: أهناك شيء حدث لأبي؟ أين أبي؟ نكرر السؤال مرة أخرى، فردت أمي: سوف يرجع إن شاء الله. ولم تستطع أن تتمالك نفسها، وسالت الدموع من عينيها. احتضنتنا بقوة وقالت: والدكم لم يفعل شيئا، سيعود بإذن الله. نعم، قالت لنا سيعود بإذن الله. أمي لم تكذب. نعم، أمي لم تكذب، وصدقنا ما قالته لنا إن والدنا سيرجع بإذن الله. بحكم صغر سننا لم نكن ندرك مدى خطورة الموقف. كنت في 7 من عمري، وأخي الأكبر كانت في 9 من عمره. أما إخوتي ال3 الصغار لم يتذكروا شيئا من تلك الليلة، وكان أصغرهم 4 أشهر فقط من عمره. كنا دائما نسأل أمي: متى سيعود أبي؟ وذلك قبل رجوعه إلى إريتريا، عندما كان طالبا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 12 عاما قضاها أبي بعيدا عن أسرته خارج إريتريا بحثا عن التعليم، وكنا في أمس الحاجة إليه بجانبنا. ولكن أمي كعادتها تقول لنا: سوف يرجع أبوكم قريبا إن شاء الله. وبالفعل رجع أبي إلى إريتريا عام 1992، وأصبح معلما في معهد عنسب الإسلامي بمدينة كرن. نعم، عاد أبي، وكنا سعداء بعودته. 2 فقط قضاها معنا، ولكن في شهر ديسمبر من العام 1994 طالته أيادي الغدر تحت الظلام، واقتادته إلى جهة غير معلومة. وبينما نحن جالسين مع أمي في انتظار عودة أبي، تلتفت أمي إلى عمه الأصغر شقيق الوالد، ولم يكن يتجاوز 18 من عمره، والحزن مرسوما على وجهه، لا يدري ماذا يفعل. قالت له: اذهب وابحث عن أخيك، إلى أين أخذوه؟ وبالفعل ركض عمي مسرعا للبحث عن أخيه، ثم نظرت إلينا أنا وأخي: هيا اذهبوا إلى دراستكم. اعتقال أبي. نعم، اعتقال أبي. كان أبي قادما من أسمرة في وقت متأخر من الليل، مرهق من السفر، ثم أخذ قسطا من النوم. جاءت مجموعة مسلحة يرتدون الزي العسكري التابع لجيش النظام الإريتري في منتصف الليل. كانوا يبحثون عن
كانوا يبحثون عن والدي وإذا بهم يدخلون إلى بيت الجيران ويعتقلون ابن الجيران يعتقدون أنه والدي، وذهبوا به إلى مكان آخر حيث كانت تنتظرهم السيارات هناك. علمنا لاحقا كانت حملة اعتقالات واسعة في تلك الليلة، فإذا بالشخص المخبر ينظر إليه ويقول لهم هذا ليس الشخص المطلوب، ويرجع مرة أخرى ومعهم المخبر كان مغطى وجهه، ويأتون أمام منزلنا ويؤشر إليهم هذا هو منزله، أي منزل والدي، ويطلبون من الشخص الآخر أن يدخل إلى منزله بدون أي حركة وإلا سيكون مصيره الاعتقال. كانوا أفرادا مسلحين لم تكن وجوههم مغطاة، أتوا إلى منزلنا ويضربون الباب منزلنا بدون أي مقدمات. رد عليهم أبي من الطارق من الطارق، فردوا عليه افتح الباب. فقام أبي وارتدى ملابسه على الفور وهم يضربون الباب بقوة لترويعنا وإرهابنا حتى كسروا الباب، ثم دخلوا الغرفة وصوبوا السلاح على وجه أبي وقالوا له اخرج، وخرج معهم. ثم أخرج مفتاح السيارة من جيبه وأعطاه لأمي. أخذ العسكري المفتاح من أمي ورماه على أبي وقال من قال لك أعطيها المفتاح؟ فرد عليه أبي السيارة ملك لغيرنا. ثم أخذ أبي المفتاح معه، وكانت آخر كلمات قالها أبي لأمي أيقظي أخوتي حتى يرونني ويعرفوا مكاني قبل أن أذهب. فرد عليه العسكري ومن أراد رؤيتك، وأخذوه إلى جهة غير معلومة. منذ ذلك اليوم إلى وقتنا هذا 27 عاما مرت ونحن لا نعرف مكان أبي، أحي هو أم ميت لا نعرف مكانهم حتى الآن، هو ورفاقه وكل المعتقلين الذين تم اعتقالهم جميعا في تلك الليلة. فك الله أسرهم جميعا. وإخوتي، ما بعد الاعتقال أصرت أمي أن نذهب إلى المعهد حيث كنا ندرس في نفس اليوم الاعتقال، وبالفعل ذهبنا إلى الدراسة. وكانت الفاجعة الكبرى لم يأتي معلم واحد إلى المعهد. بمجرد وصولنا هناك وجدنا طلابا مرسوما على وجوههم الحزن، ورأيت طلاب من الصف 11 والثاني عشر يحملون عصي على أيديهم. نعم، يحملون عصي على أيديهم وكأنهم يريدون أن ينتقموا لأساتذتهم الذين اختفوا في جنح الظلام، والغضب في وجوههم. وبينما أنا أنظر يمنة ويسرى على الطلاب، فإذا بطالب من طلاب الصف 12 يأتي مسرعا إلي ويحمل عصي في يده وينادي باسمي خالد خالد. نعم، ثم نزل على ركبتيه واحتضنني بقوة وانفجر بالبكاء وقال لي أنت بطل، سوف يرجع والدك بإذن الله. حينها فقط علمت أن الموضوع جلل وكبير، فانفجرت أنا أيضا بالبكاء. ثم علمنا أن جميع المعلمين قد تم اعتقالهم في نفس اليوم. رجعنا إلى المنزل سريعا وأخبرنا والدتي بحجم الكارثة وما رأيناه وسمعناه في المعهد، وأن الاعتقال طال جميع المعلمين. رحلة البحث عن أبي، أين أبي؟ ذهب أهالي المعتقلين جميعا إلى الإدارات الحكومية ومراكز السجون في كل من مدينة كرن وأسمر بحثا عن ذويهم المعتقلين، وكانت الإجابات صارمة من قبل الحكومة والسجانين، يقولون لنا لم نعلم عنهم شيئا ولا نعرف مكانهم. نعم، هذه كانت إجاباتهم، ولم نقطع الأمل، وكنا نبحث عنهم طوال السنين ونسأل، ولكن لم نتلقى الإجابة ولم نعرف مكانهم، هم أحياء أم أموات. ولم نقطع الأمل حتى يومنا هذا، وأملنا في الله كبير أنهم سيخرجون يوما ما. أما أحوال الأسرة بعد الاعتقال، أحوال أسرتي بفضل الله ثم بفضل أمي الإنسانة الصبورة الصامدة والمكافحة، تجاوزنا كل المحن كل الصعوبات. دائما تقول لنا لا بد أن تنجحوا وتتعلموا حتى يفتخر بكم والدكم.
عندما يخرج من السجن. نحن 5 أخوة ذكور، وأخي الأكبر تزوج الحمد لله ولديه 5 أطفال، وأنا أيضا تزوجت ولدي طفل الحمد لله. تعلمنا وتخرجنا ونجحنا الحمد لله، وهذا فضل ربي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلم شملنا مع والدنا عاجلا غير آجل. السيرة الذاتية لوالدي: الاسم ياسين محمد نور محمود، اسم الشهرة ياسين عمدو، تاريخ الميلاد 1955 تقريبا، مكان الميلاد قرية كبر برد، إقليم عنسبة، تبعد 10 كيلومتر عن مدينة كرن، إريتريا. تاريخ الاعتقال 24 شهر ديسمبر عام 1994. حفظ القرآن الكريم في مسقط رأسه في قريته، ثم التحق بمعهد عنسبة في عام 1966 في قرية وازنتت، ثم انتقل المعهد إلى مدينة كرن عام 1967 ودرس هناك حتى الصف الرابع الابتدائي، ثم قطع الدراسة عام 1970 بعد مذبحة عون الشهيرة قبل الاحتلال الإثيوبي، وعاد إلى الدراسة مرة أخرى في المعهد عام 1978 ودرس سنة واحدة، ثم ذهب إلى السودان عام 1979 والتحق هناك بمعهد النهضة في خشم القربة ودرس به سنة واحدة. وفي عام 1981 وجد منحة دراسية وسافر إلى المملكة العربية السعودية، ثم التحق هناك بدار الحديث المدني في المدينة المنورة التابع للجامعة الإسلامية، وأكمل فيه المرحلة الابتدائية والمتوسطة، ثم أكمل المرحلة الثانوية في الجامعة الإسلامية، ثم التحق بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وبعد تخرجه من الجامعة لم يتردد من العودة إلى أرض الوطن مع إخوته الطلاب الآخرين، وبالفعل عاد إلى أرض الوطن وإلى أسرته التي طال انتظارها، وكان ذلك في العام 1992 بعد التخرج مباشرة، ثم أصبح معلما ومربيا في معهد عنسبة الإسلامي بمدينة كرن، وذلك حتى تاريخ اعتقاله في ديسمبر عام 1994. فك الله أسرهم جميعا. هذه كانت قصة الوالد. نعم. أردت أن أحكيها بطريقتي الخاصة، ولكن أستاذ أحمد، إريتريا الآن سجن كبير، لا يستطيع أحد أن يتكلم، ومن يدخل السجن لا يستطيع أن يخرج منه، ولا تستطيع أن تسأل حتى السؤال أين أبي أين أخي، فهذه تعتبر جريمة في إريتريا. نطالب من العالم أجمع أن يقف مع قضيتنا العادلة، قضيتنا المنسية. 27 عاما، 30 عاما، 29 عاما مغيبين في إريتريا، ولا يعرف أحد مكانهم، هل هم أحياء أم أموات. فقط نطالب أن نعرف مكانهم. من حق الإنسان أن يعرف مكان والده، مكان احتجازه، وهذا حق مشروع، هذا حق مشروع لكل إنسان، هذه سنة الحياة. ولكن الغريب في الأمر في إريتريا بمجرد اعتقالك لم يعرف عنك أهلك إلى أين ذهبت وإلى أين اعتقلوك. لماذا؟ لأنه في إريتريا الدستور معطل، لا يوجد محاكمات، لا يوجد تهم، لا يوجد أسباب اعتقال، حتى لا نعلم لماذا اعتقلوهم، ما هي أسباب اعتقال. كل هذه الأسئلة لم نجد لها الإجابة. حتى الحكومة لا تعترف باعتقالهم. أي ظلم هذا، أي ظلم هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسرهم جميعا وأن يرجعوا إلى أهلهم سالمين. آمين إن شاء الله. تفضل أستاذ. بارك الله فيك يا سيدنا وعزيزنا الأستاذ خالد ياسين محمد. إذا في أي أسئلة. نعم. أولا نشاطرك المأساة والحزن، ونشاطرك إحساسك وشعورك كابن لأب عزيز مختفي منذ 27 عام، ونشاطر كل
أبناء الأسرى وبنات الأسرى والزوجات والإخوان والأخوات أينما كانوا. صحيح عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، في كثير من بلاد العالم الأنظمة الباطشة والأنظمة الدكتاتورية تمارس الاعتقال والتعسف والإخفاء القسري وما إلى ذلك، لكن لا نبالغ إذا ما قلنا إن الحالة الإريترية هي حالة مختلفة تماما، يعني لا تشبه كل الحالات. يعني ذلك المستمع لهذه المقابلة إذا هو في الداخل هو مشروع اعتقال مفتوح، والذي يستمع إلى هذه المقابلة أو هذه القصة والشهادة من ابن يحكي عن اعتقال والده منذ 27 عام الذين خرجوا وفروا بجلدتهم أيضا كانوا مشاريع اعتقال. ومن هنا تأتي الحالة الإريترية كحالة أي واحد يستمع الآن كان في الداخل وطلع بأي شكل من الأشكال كان مشروع اعتقال، والمستمع هو مشروع اعتقال. ومن هنا هذه حالة لا نستطيع وصفها، حتى الشعراء حتى الكتاب حتى المحللين يكفي أن نقول أنها حالة إريترية. عزيزي المحترم خالد ياسين محمد نور، نحن سنكتفي بهذا القدر، ولكن نسأل فنقول فقط عشان ما نعرف. يعني أولا نحيي الوالدة العزيزة على صبرها وجلدها، هي إن شاء الله على قيد الحياة أخونا خالد. نعم الحمد لله على قيد الحياة. نعم، ربنا يمتعها بالصحة والعافية، وإن شاء الله يعني برضو طبعا سنوات الحزن طويلة، يعني 27 عام. نعم. وفي كل ليلة هي بتشوف أبنائها وتتذكر زوجها. الأستاذ المعلم لم يحمل ذلك المعلم إلا سلاح العلم، ليس إلا. والحالة الإريترية لما نقول نحن ما نبالغ لما نوصفها بحالة إريترية، ناس خالد لما مشوا المدرسة لقوا المدرسة كلها أي المعهد ولا معلم، يعني كان هو مخطط وإبادة جماعية لو قلنا، لأنه السجن 27 عام من السجن هذا فاق الإبادة يعني. فكان مخطط جهنمي ومخطط في ليلة واحدة خلت مدينة كرن وبقية المدن حتى في العاصمة أسمرة وغيرها، يعني اعتقالات واسعة كان مخطط لها بليل. ولذلك نحن نحيي والدتكم الصبورة ونرفع لها يعني أكف الدعاء إنه ربنا يمتعها بالصحة والعافية. بقية الإخوة إن شاء الله بخير وأمن يا أخونا خالد. نعم الحمد لله، كل الأخوة بخير الحمد لله. وأيضا من هنا أحيي كل زوجات المعتقلين الذين صبروا وتحملوا على تربية أبنائهم، أحييهم جميعا. هناك قصص يا أخي أحمد، أستاذ أحمد، والله يعني تبكي أن تسمعها. يعني مآسي في أسر المعتقلين. كم بيوت عانت، ولم يكن هناك عائل في البيت. معاناة والله. 30 عاما و27 عاما، سنين طويلة ينتظرون عودة والدهم. نعم صدقت حبيبنا الغالي. وفي ختام هذا اللقاء نحن طبعا أنا قلت هذه ليست مقابلة، نحن قعدنا عشان ما نستمع إلى قصة حقيقية. في ذات الوقت يكفي ليوم المعتقل الإريتري، سواء كان في أبريل وسواء كان في سبتمبر، لأنه الناس مرات بيقيفوا في أبريل ومرات في سبتمبر ربطا بمجموعة ال15. لكن أنا أعتقد أنه أي يوم 360 يوم لو أخذت أي يوم هو يوم اعتقال. حتى الآن ونحن نذيع ونحن نسجل هذه المقابلة ونحن نذيع هذه المقابلة الآن بالعشرات إن لم يكن بالمئات من الاعتقالات، لأنه مجموعة والنظام قائم على فلسفة الاعتقال. والاعتقال له بعده التنظيمي وبعده السياسي وبعده حتى الشخصي. يعني أنا بقول أحيانا هنالك أبعاد شخصية
فلسفة وفكرة الاعتقال والإخفاء. ولذلك يكفي هذه الوقفة أن يستمع الناس إلى قصص حقيقية. هذه ليست قصص ألف ليلة وليلة ولا قصص يكتبوها الرواة والشعراء، هذه قصة من الحياة، قصة سوداوية نحن حبينا نقدمها لهذا المستمع، وعبرك عزيز المستمع وعزيز المستمعة نرفعها إلى الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. أستاذ خالد، أنا أشكرك وآسف على نكأنا للجراح مرة ثانية، ولكن نسأل الله أن يجمعكم بوالدكم والدنا العزيز الأستاذ ياسين محمد نور في أقرب وقت إن شاء الله، ولا نامت أعين الجبناء. كلمة أخيرة تودع بها المستمعين حبيبنا. أشكرك خالد. أشكر مرة أخرى إذاعة إرنا وبرنامج متابعات، وأشكرك أيضا أستاذ أحمد شريف. أتمنى أن يصل هذا الصوت إلى داخل إريتريا وإلى كل الشعب الإريتري، أن يسمعوا قصص المعتقلين ويشعروا بكم من أناس حرموا من آبائهم بدون أي ذنب ظلما وجورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسر جميع المعتقلين، وأن تنتهي هذه المأساة بإذن الله عاجلا غير آجلا. أشكرك جزيلا على هذه بارك الله فيك. نحن نشكرك بالعكس أخونا خالد، ونشكر كل التنسيقية العالمية ليوم المعتقل الإريتري وأنشطتها وكل الحادبين وكل الناس المشاركين، سواء كان بأوراق عمل أو إبداء شهادة أو تسجيل صوت أو تسجيل وقفة، أيا كانت تلك الوقفة. أعزائي المستمعين، في الختام نتمنى الحرية والكرامة للمعتقلين، ونتمنى إن شاء الله إريتريا في هذا العام تتحرر ويتحرر فيها الإنسان. وتقبلوا تحياتي مجددا وتحايا زملائي فتحي عثمان وبنيام سمعون في الإشراف والهندسة الإذاعية. تحياتنا لكم جميعا. شكرا لك أستاذ خالد ياسين محمد نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام فقرة برنامجنا أقدم لكم موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية. مصر تؤجل زيارة مقترحة للرئيس الإريتري. أفادت مصادر دبلوماسية لإذاعة إيران بأن مصر أجلت زيارة طلبها الرئيس الإريتري للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وكان وزير الخارجية عثمان صالح ويماني جبراب مستشار الرئيس قد سلما الرئيس المصري رسالة من الرئيس الإريتري في 18 من نوفمبر الماضي يطلب فيها الأخير زيارة للقاهرة للتباحث مع نظيره المصري. وطلب الرئيس المصري بدورها أن تكون الزيارة في فبراير أو مارس الماضيين، ولكن المصادر الدبلوماسية قالت بأن القاهرة أجلتها لتاريخ غير محدد بسبب ما قالت أنه مشاغل للرئيس المصري. منظمة World Peace Foundation تطلب من البنك الدولي عدم تمويل إثيوبيا. طلب البروفيسور أليكس ديوال ورئيس منظمة World Peace Foundation من البنك الدولي عدم منح إثيوبيا أي قروض ما لم تحقق السلام في إقليم تيغراي. وقال ديوال في مقابلة مع صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية بأن قوات الجيش الإثيوبي والإريتري واللتان تحاربان في تيغراي تسببتا في أضرار كبيرة في المنشآت الصحية في الإقليم، وأن الحكومة الإثيوبية تتحمل مسؤولية هذه الأضرار على المنشآت المدنية، وأن البنك الدولي عليه عدم منح قروض يمكن أن تساعد في المزيد من هذه الأضرار كما قال. مجلس الأعيان الصومالي يرفض قرار البرلمان تمديد فترة الرئيس الحالي. أفادت وكالات الأنباء بأن النواب الصوماليين صوتوا لصالح تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله فورماجو عامين لوضع حد لأزمة مستمرة منذ أشهر حول إجراء انتخابات في البلاد، ولكن مجلس الأعيان المكون من الشيوخ سارع بوصف القرار بأنه غير دستوري حسب ما أفادت بذلك وكالة فرانس بريس. كان هذا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com،
ونعيد لكم المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى العلي القدير أن يتقبل طاعاتكم وأن يعيد عليكم الأيام بالصحة والسلامة والقبول والرضوان. وفي الختام مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، تقبلوا تحيات زميلي أحمد شريف وتحيات محدثكم فتحي عثمان، وتقبلوا كذلك تحيات زملائي في الاستديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرنا.